ده سامسونج جالاكسي A16 جهاز يعني مبدئيا كده لازم نكون عارفين ملوش اي لازمه، مش عشان هو وحش، هقول لك ليه. الجهاز زي ما انتم شايفين كده، ده النسخه اللي معايا دي هتكون 8 رام 256 جيجا مساحه داخليه. جهاز على فكره قوي جدا، وهقول لك ليه بقول ان هو ملوش 60 لازمه، لكن كجهاز هو يعني فوق الرائع بشويه. الجهاز ده 6.7 انش زي ما انتم شايفين، شاشة السوبر أمولود ممتازة تحت إشعة الشمس. الحقيقة تصميم تقليدي ما فيهوش أي جديد خالص، زي ما أنت شايف كده. أدي البصمة، خفض وتعليق الصوت، مفيش من تحت هنا منفذ 3.5 مللي بتاع السماعات، خلاص اتلغى. أدي مايك عزل الضوضاء، ومن ورا هتلاقي الكاميرات. الجهاز ده عندك المعالج بتاعه الهيليو جي 99، 8 جيجا رام، البطارية بتاعته 5000 ملي أمبير، بيشحن حوالي 25 بقدرة 25 واط، وطبعا ما بيجيش معاه في العلبة الشاحن. العلبة زي ما انتم شايفين فاضية، ما فيهاش اي حاجة غير وصلة الشاحن فقط، تايب سي تايب سي. ليه بقول بقى ان الجهاز ده ملوش اي لازمة؟ لان احنا لو شفنا سامسونج بتعمل ايه، انت عندك الجهاز ده هو بالظبط الاي 15، هو بالظبط الاي 24، نفس المعالج الهيليو جي 99، نفس الرامات، نفس النوتش، ونفس القصة دي، نفس التصميم، مفيش اي جديد خالص. حتى الكاميرات 50 ميجا بكسل، 5 ميجا بكسل، 2 ميجا بكسل، 13 ميجا بكسل الامامية، نفس قدرة الكاميرات بالظبط. طب ايه الفرق بين الاي 24 والاي 15 والاي 16؟ ولا اي فرق. الفرق الوحيد فقط ان الاي 16 6.7 انش، 2 انش زياده فقط في الجهاز الاي 16، غير كده. طب الامكانيات بتاعت الجهاز، استخدامك للجهاز، ولا اي حاجه يا باشا. والميزه التانية اللي نقدر نضيفها ونقول عليها ميزه، ان انت لما بتشتري الاي 16 بتقدر ان انت تستمتع او تستفاد بالتحديثات سنه زياده، بس كده. لكن كامكانيات كسوفت وير مفيش اي امكانيات خالص زياده موجوده في الاجهزه اللي انا قلتها لكم دي، هي نفس الاداء. طيب الجهاز ده ثمنه كام؟ النسخه اللي معايا دي زي ما قلت لكم ال 8 رام 256 عامله يعني في السوق المصري حوالي 9000 جنيه. ده طبعا مش السعر بتاع التوكيل، ده السعر الشارع، يعني حوالي 9000 جنيه 900 في الحدود دي. نفس القصه كده، انت لو نزلت بقى شفت الايه 15 هتلاقيه اقل حوالي 700 جنيه 600 جنيه في الحدود دي برضو. فالحقيقه جهاز ممتاز جدا كاداء، مش هتقابل معاه اي مشاكل. سامسونج بقى، يعني انا من محبي سامسونج، اللي يعرفني كويس يعرف ان انا من عشاق سامسونج. لكن على اي حال الجهاز قوي، لو انت عاوز تشتريه انزل اشتريه. لكن لو معاك الاي 15 او اي 24 ما تنزلش تعمل تحديث او تحس ان انت بتجدد في الجهاز بتاعك، لانك مش هتقابل اي امكانيات زيادة خالص.